ويا رب يلي تصلي على النبي وتحط لايك حلو بصباعك الحلو تزور النبي زي الايام دي ان شاء الله، وتطلعي كده من رمضان تلاقي نفسك مجبورة الخاطر. حبايب قلب ام امل، كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني قوي. بصوا انا قررت، احنا الساعه 2 بالليل حاليا دلوقتي، الساعه 2 وانا بصور، ومش عارفين نسحر كنا ايه. زهقت، بيض جبنه مش عارف، انا باكلش اللانشون، بيض جبنه فول مش عارف ايه كبده، مش المهم انا زهقت وعايزه في حاجه تانية بصراحه نفسي اكلها قوي قوي. عارفين هي ايه؟ تفتكروا بقى معايا انا هسحر امل وام علي وكلنا ايه اللي دي مفاجاه، فجاه محدش متهيألي بيعملها. الان مع المفاجاه الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في المفاجاه دي؟ بصوا، سحور ام امل حماد. ايه رايكم؟ نفسي يا جماعه اكل الاكله دي، نفسي فيها، اعمل ايه؟ ايه رايكم؟ لهم محشي بتنجان وكوسه وفلفل. بصوا الجمال يا الله. طبعا امل هتفرح، وانا كان نفسي اكل الاكله دي. حد عمل بقى زي الفكره دي كده ولا انا بس اللي بعمل الحاجات الغريبه؟ وما تنسونيش في دعوه حلوه ولكم مثلها، وربنا يعودها عليكم بخير يا رب. احنا كده خلاص فاضل بتاع 5 ايام بس على اخر الشهر، على اخر رمضان، ويا رب يا رب كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. ويا رب يلي تصلي على النبي وتحط لايك حلو بصباعك الحلو تزور النبي زي الايام دي ان شاء الله، وتطلعي كده من رمضان تلاقي نفسك مجبورة الخاطر. وشير ولايك والدعوه الحلوه ولكم مثلها.